هو مش بيفتقدك، هو بيفتقد منك النسخة اللي كان بيتحكم فيها، النسخة اللي كانت بتبرر وتستحمل وتسكت. بس لما مشيت مش بس فقد وجودك، انت اخدت حاجة اكبر، السلطة اللي كانت في ايده. هو دلوقتي مش فاضي يندم عليك، هو بيسأل نفسه سؤال واحد: ازاي فقدت السيطرة عليه؟ النهاردة مش بس هنجاوب على سؤال هل بيفتكرني، احنا هنعرف ايه اللي جوه دماغه، وهتفهم بالظبط ايه اللي بيحصل له كل ثانية انت بتبعد فيها. اهلا بيكم. ايه اللي بيحصل للنرجسي بعد ما يفقد اهم سلاح وهو سيطرته عليك؟ ليه غيابك مش عادي بالنسبة له؟ قبل اي حاجة لازم تعرف النرجسي مش بيتعامل معاك كشخص مستقل له مشاعر وكيان، هو شايفك وظيفة على مدار 24 ساعة علشان تضخم صورته الذاتية عن نفسه. يعني انت كنت بالنسبة له مراية بتقول له انت عظيم، انت عبقري، انت ما حصلتش. فاول ما مشيت كأنك سحبت منه احساسه بكل حاجة. انت شايف نفسك انك شخص اختار نفسه ومشي علشان يتعافى، هو شايفك انك خنت اتفاق ضمني انك تفضل تحت سيطرته للأبد. بس هنا بقى المشكلة، هو مش بيفتقدك انت، هو فقد قدرته انه يتحكم فيك. وده يقودنا للسؤال التاني واساس مناقشتنا: ازاي النرجسي بيتعامل مع الغياب؟ السؤال اللي لازم يتسأل هنا مش هل نسيني، السؤال الحقيقي هو لما اختفيت حصل ايه في دماغه؟ انت متخيل انك اختفيت عادي، انه هيزعل شوية وبعدين يتخطى زي اي شخص طبيعي؟ ابدا، النرجسي مش بيتخطى، النرجسي بيخزن. لانك ما كنتش مجرد شخص في حياته، كنت وقود لامداده النرجسي، شاهد على وهمه انه اعظم حد في الدنيا، وفجأة تنسحب من حياته فيبدأ يتصرف تصرفات ممكن تبان غريبة لكنها متكررة. 3 سلوكيات نرجسية كلاسيكية بيظهروا عنده بنسب متفاوتة. أول سلوك هو محاولة استبدالك بسرعة. أول حاجة بيجري عليها إنه يدخل علاقة جديدة، مش عشان هو عاوز يرتبط لكن علشان يقول بصوت عالي لنفسه أنا لسه مرغوب. غيابك كسر صورته الوهمية عن نفسه، صورة إنه مسيطر مرغوب لا يستغنى عنه. ولأنه ما يقدرش يستحمل يعيش لحظة واحدة من غير الوقود ده، بيجري فورا على أول فرصة فيها إعجاب أو انبهار. لكن المفارقة إنه كل ما العلاقة الجديدة تفشل في ملء الفراغ اللي أنت سبته يفتكرك أكتر، وكل ما يفتكرك بيغضب أكتر. مش غضب حب، غضب إنك عرفت تخرج من تحت سيطرته. وتاني سلوك المراقبة بهوس، بيراقبك مش مراقبة بدافع إن هو بيطمن عليك أو حتى الحنين، دي مراقبة هستيرية ناتجة عن سؤال واحد بيطارد دماغه: إزاي قدر يبعد؟ إزاي مش بيترجاني؟ إزاي مش بيتكلم عني؟ النرجسي شايف غيابك تهديد مباشر لصورته المزيفة عن نفسه. كل ما بيشوفك بتضحك يحس إنك بتضحك عليه، كل صورة بتتصورها كأنك بتقوله أنا تمام من غيرك. وده بيقتله، لأن المراية اللي كان بيشوف فيها نفسه اتكسرت وانت بقيت عايش من غيره، وده بالنسبة له انك بترتكب جريمة. وثالث سلوك تشويه صورتك، بيعيش دور الضحية ببراعة، بيحكي للناس وبيقول لهم انا اللي كنت صادق، انا اللي تعبت عشانه. بس الحقيقة هو مش بيقول ده علشان يقنع الناس، هو بيقوله علشان يقنع نفسه. لانه لو اعترف للحظة انك كنت الصح هيضطر يواجه صورته الحقيقية ومش مستعد يشوفها، فبيحمي نفسه بالكذب علشان يقدر يكمل. النرجسي مش بيتعامل مع الغياب بشكل طبيعي، هو بيتعامل معاه ككارثة تهدد كيانه، فيحاول يشوف بديل بسرعة، يجرب يسترجعك من بعيد أو يحاول يشوهك. لكن كل ده محاولات يائسة عشان يرمم نفسه. بعد ما انت من غير صريخ من غير دراما هديت رؤيته المزيفة لنفسه. وتالت سؤال بيشغلك: طيب والضحية الجديدة لو هو موجوع، لو هو حاسس بالعار، لو فعلا بيتكسر من جواه، يبقى ليه دخل علاقة تانية بسرعة؟
وليه باين سعيد ومبسوط؟ هنا بيجي السؤال اللي بيتكرر في دماغك، طيب بيعملها أحسن؟ خلينا أقول لك الحقيقة، هو بيعمل معاها نفس اللي عمله معاك بس في نسخة أحدث. هو ما اتغيرش، هو بس غير الوقود النرجسي. هو ما حبهاش، هو حب الإحساس اللي أخده أول مرة من وجودك، وبيحاول يعيد السيناريو بس بشكل أسرع وأقسى. إيه اللي بيحصل فعلا في علاقته الجديدة؟ في الأول هيبتدي بقصف الحب واهتمام زائد، ده لأنه لسه محتاج حد يصلح اللي انت كسرته جواه. والحقيقة ان الضحية الجديدة هتعاني اكتر منك، لانه بيستخدمها عشان يرمم اثر غيابك، وبيستخدم وجودها عشان يثبت لنفسه انه مرغوب فيه. كل حاجة بيعملها معاها نفس الكلام، نفس الاسلوب، بس الفرق انه دلوقتي اشد واشرس واسرع. ليه؟ لانه مستعجل على تصليح رؤيته لنفسه. عاوز اي شخص يقول له انت عظيم، مفيش حد زيك. بس المشكلة ان جواه مكسور. كل ما الضحية الجديدة ما تملاش الفراغ بيفتكرك، مش بيشتاق ليك، بيغضب، مش عشان افتكر ذكرياتك، وبيكره نفسه انه سمح لك تمشي. وعلشان كده بيراكم الغضب ده للضحية الجديدة. الضحايا بيتغيروا، لكن النرجسي زي ما هو، وانت خرجت من دايرة الأذى وشايف السيناريو من بره لأول مرة. لو حسيت انه ندمان وبيعامل اللي بعدك أحسن، اعرف انه بيمثل، وبيمثل أكتر من أي وقت فات، لأنك كنت أكبر خسارة، وبيحاول يصلح صورته بأي تمن. النرجسي ما بيعرفش يحب بالمعنى المفهوم، هو بيستخدم ضحاياه اللي في الواقع بيكرههم وبيحقد عليهم لإرضاء صورته عن نفسه وغروره. السؤال الرابع، السؤال اللي بيطاردك مع الوقت، هو ممكن يرجع؟ طب لو رجع، اللي لازم تعرفه هو مش بيفكر يرجعك، هو بيفكر يرجع سلطته عليه. فعقل النرجسي محاولة انه يرجع لك بعد تركك له مش دليل حب، رجوعك دليل انه لسه يقدر يحركك. هو مش بيفتقدك كإنسان، هو بيفتقد تأثيره عليه. فكل محاولات الرجوع هي مش بداية جديدة، دي طريقة لاسترجاع سلطته. وغالبا لما يحاول يرجع هتلاقيه بيستعمل أدوات جديدة، نبرة ندم، اعترافات كاذبة، دموع، كلام عن التغيير. بس الحقيقة هو متغيرش، هو مذاكرك كويس. النرجسي بيرجع مش علشان يعوضك، بيرجع علشان ينتقم منك بصيغة جديدة. انت مشيت، هو عايز يرجعك وبعدين يكسرك اكتر. هو شافك اتغيرت، هيحاول يخليك تشك في نفسك من جديد. وعشان كده اللي بيرجع للنرجسي بيرجع اضعف، لانك بعد ما هزمته بترجع له برجليك وهو اكثر شراسة. لو اعتذر ما تصدقش، ردك الوحيد الغياب، مش علشان تتجاهله بس علشان تحمي نفسك من دايرة تدمير جديدة. السؤال الأخير والأهم، ليه لازم تكمل في الغياب؟ غيابك أقوى من أي كلام. كل مرة بتفتح رسالة، كل مرة بترد على مكالمة، كل مرة تسأل عليه من باب الاطمئنان، انت مش بتطمن، انت بتأذي نفسك وبتخليها عرضة لدوامة التلاعب تاني. النرجسي مش بيفرق معاه نوع ردك، تغضب، تلوم، تبكي، هو بيفرق معاه الوقود ازاي بتغذيه. النرجسي عنده مهارة خارقة في التعامل مع كل أنواع المشاعر إلا الصمت. ليه؟ لأن الصمت ما بيتفسرش، الصمت ما بيخدمهوش، الصمت بالنسبة له كارثة. بيقول له أنت مش مهم، بيقول له أنا اتغيرت، بيقول له أنت ما بقاش ليك سلطة، وبيخليه يتساءل كل ثانية، هو نسيني؟ هو مرتاح؟ هو بقى سعيد من غيري؟ وكل سؤال منهم ضربة قوية لغروره. الغياب مش انسحاب، الغياب مش ضعف، الغياب هو أكبر هزيمة ممكن يعيشها النرجسي. ليه؟ لأنك ما شرحتش، ما حاولتش تثبت أي حاجة، أنت سكت ومشيت، وهو لسه متعلق بإجابات
مش هتوصل له أبدا. النرجسي بيحب يلعب وهو عارف قواعد اللعبة، بس لما تلعب بصمت هو بيخسر قبل ما بيبدأ. لو في يوم حسيت انك ضعيف عشان مش بتتكلم او انك سلبي لانك اختفيت، فكر تاني. غيابك مش هروب، غيابك هو حرب نفسية هو بيخسرها كل لحظة. كل يوم ما بيسمعش صوتك، كل يوم ما بيشوفكش تنهار، هو اللي بيتكسر اكتر. وانت بتشوف الحقيقة كاملة وواضحة وبتتعافى منه لأول مرة. غيابك هو أقوى رد فعل ممكن يترد بيه على شخص عمره ما شافك غير كأداة. انت مشيت وخليته يشوف نفسه لأول مرة من غير قناع. شاركونا التعليقات.